العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التربية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة 24 مواطن بكوفيد 19. البذور المحسنة المعدة في حلحلة للأبحاث الزراعية تنتج حصادا وفيرا. نجاح بذور البطاطس المحسنة في سجنيتي. قتلى في سلسلة انفجارات تهز كامبول. الصين تروج للانفتاح التجاري بمواجهة الحمائية الأمريكية. أمريكا وتايوان تعقدان محادثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية. أهلا بكم من التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم 21 من نوفمبر في مراكز العزل بالإقليم الجنوبي أظهرت إصابة 24 مواطنا بفيروس كورونا. وقد عاد المصابون مؤخرا من إثيوبيا بطريقة غير نظامية، وكان 23 منهم في مركز العزل بسنعفة وواحد في مركز العزل بطرنا. في غضون ذلك شفي 17 مواطنا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي. بموجب ذلك وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 551 شفي، منهم 473 فيما يتلقى 78 مصابا الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من نوفمبر 2020. أكد خبير الأبحاث الزراعية السيد نوقسة عبرها أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة حلحلة الوطنية للأبحاث الزراعية لإعداد البذور المحسنة وتوزيعها على المزارعين بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي ظلت تحقق نتائجا جيدة. وذكر السيد نوقسة بأن استخدام البذور المحسنة مهم جدا في عملية ضمان الأمن الغذائي، وتقوم المؤسسة بأبحاث زراعية على أنواع الحبوب الحقلية الرئيسية والبقوليات والمحاصيل الزيتية وتوزيعها على المزارعين. وأوضح السيد نوقسة بتجريب بذور القمح المحسنة والذرة والدخن في إقليم عنسبة والجنوبي والأوسط والقاش بركة، وحققت نتائجا جيدة. وقد وزعت في الإقليم الجنوبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بذور القمح المحسنة المعروفة بإيتيلا وسدرة بهدف تكاثر البذور، وأنتجت ما بين 40 إلى 60 كنتالا من الهكتار الواحد في المزارع التي وجدت متابعة جيدة. كما حققت بذور الذرة المحسنة سعر التي زرعت في المنخفضات نتائجا عالية. في الختام دعا السيد نوقسة المزارعين لاتباع إرشادات المهنيين الزراعيين من خلال تمهيد وإعداد أراضيهم الزراعية لحصاد إنتاج وفير، مناشدا للدفع بأعمال حفظ المياه وحماية التربة. أوضح مزارعي مديرية السجنية أن بذور البطاطس التي زرعت حققت نتائج مرضية. وذكر المزارعون أن بذور البطاطس التي وزعت في 6 ضواحي قد تم تجربتها مسبقا، مشيرين إلى الفوائد المربحة لبذور البطاطس المحسنة. وأكد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية السجنية السيد إياس أسفاو أهمية بذور البطاطس المحسنة لرفع الإنتاجية، موضحا العمل لتوسيع زراعته. قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الليتوية في إيطاليا أنشطته ووضع برامج العمل المستقبلية في اجتماع عقده في 15 من نوفمبر. شاركت في الاجتماع الافتراضي بتقنية الفيديو مسؤولات الأقسام والفروع المساقرة في مدن جنيف وميلانو وبريشيا وبارما وبولونيا وبييزا وبيستويا وروما ونابولي وتيرامو وبيسكارا وكاتانيا وفيرنسي. وأوضح سفير إيطاليا في إيطاليا السيد فيستهاتين بيدروس في الكلمة التي ألقاها عن الأوضاع في البلاد، موربا عن ثقته لتنشيط فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إيطاليا من تنظيمه وتوسيعه وتنفيذ فاعل للمهام المرحلية. وقالت رئيسة الفرع السيدة نيغستيتسا في التقرير الذي قدمته أن البرامج الموضوعة لم تنفذ حسب المبتغى بسبب وباء كوفيد 19 وإجراء مكافحته. وشاركنا بدورهن في مساهمة المواطنين في الداخل والخارج للسيطرة على الوباء
وأوضحت أن التعريف بالأوضاع الراهنة ومؤشراتها وعقد مؤتمر الجهات الإدارية التي انتهت فترة عملها والقيام بالتوعية في أوساط الشابات وتنظيمهن من البرامج الأساسية. وأكدت المشاركات على المساهمة والمشاركة لمتطلبات المرحلة الجديدة. سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات بالصواريخ التي استهدفت العاصمة كابول إلى 8 قتلى وأكثر من 21 مصابا. وذكرت قناة طلوع نيوز التلفزيونية أن ما لا يقل عن 14 صاروخا سقطوا في أجزاء متفرقة من العاصمة كابول، وذلك في منطقتي أرزان وشيهيل بالمدينة. وأدى الانفجار الذي وقع في منطقة أرزان إلى مقتل عنصر من عناصر الأمن وإصابة أكثر من 3 آخرين بجروح. وأشارت القناة الأفغانية إلى أنه تم نقل غالبية الجرحى من جراء الهجمات بالصواريخ إلى مستشفى الطوارئ بكابول، ونفت حركة طالبان أي تورط لها بالهجوم. دافعت الصين عن التبادل الحر خلال قمة آسيا والمحيط الهادي في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام قليلة على توقيع أكبر اتفاق تجاري بدافع من بكين، مؤكدة أن لا تنمية دون انفتاح. وأقيم اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك الذي تنظمه ماليزيا عبر الإنترنت هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، ويضم 21 دولة مطلة على المحيط الهادي بينها الولايات المتحدة والصين اللتان تتمتعان بأقوى اقتصادين في العالم. وتمثل هذه الدول مجتمعة 60% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وفي الآونة الأخيرة باتت الصين المحرك الرئيسي للمنظمة بعدما باشرت واشنطن الانسحاب من الهيئات متعددة الأطراف بدفع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي قمة آبيك هذه بعد أقل من أسبوع على توقيع أكبر اتفاق للتبادل الحر في العالم بين الصين و14 دولة في آسيا والمحيط الهادي. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح القمة أن منطقة آسيا والمحيط الهادي هي في الخطوط الأمامية للنمو في العالم الذي يواجه تحديات متعددة من بينها جائحة كوفيد-19. عقدت الولايات المتحدة وتايوان محادثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما في مواجهة الضغوط المتزايدة على الجزيرة من الصين. وجرت المحادثات بشكل افتراضي وشخصي ورأس الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية كيث كراش الذي أثار غضب الصين بزيارة لتايبي في سبتمبر الماضي. واصطحب نائب وزير الشؤون الاقتصادية التايواني تشين وفدا معه إلى واشنطن لإجراء المباحثات. وذكر بيان صادر عن مكتب ممثل تايوان في واشنطن أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء آلية حوار مؤسسية. ركض رجل كفيف مسافة 5 كيلومترات في سنترال بارك بنيويورك دون الاعتماد على كلب أو مساعدة بشرية، وذلك بالاستعانة فقط بالذكاء الاصطناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف ذكي. وسئم الرجل الشغوف بسباقات الماراثون من الاستعانة بكلاب بطيئة لهدايته إلى الطريق، وقرر منذ نحو عام إيجاد وسيلة للركض بمفرده. وتحول بانيك الذي يؤمن بأن الإنسان ولد ليركض إلى جوجل لإيجاد وسيلة للهاتف كي يدله على الطريق. وتعاون الرجل مع شركة جوجل لإعداد برنامج بحث، وتلتقط كاميرا الهاتف الذكي خطا إرشاديا مرسوما على مضمار الركض، ويرصد التطبيق موقع الشخص ويزوده بإرشادات سمعية عبر سماعات الأذن. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.